كان في شغلانة زمان. تقريبا احنا الجيل الأخير اللي شهدوا بدها، بس في نفس الوقت احنا بالتحديد الجيل اللي صعب عليه جدا يتعامل مع صاحبة الشغلانة دي. ليه صعب نتعامل مع صاحبة الشغلانة دي؟ عشان خاطر احنا جيل عنده fear of commitment. طيب هي ايه الشغلانة دي؟ الشغلانة دي هي الخطبة. أول ما بنجيب سيرة الخطبة تقريبا أقرب حاجة بتيجي لبالنا هي فوازير نيلي سنة 80 أو 81، اللي كان كتب الفوازير صلاح جاهين، واللي عمل الألحان كان حلمي بكر، واللي صمم الرقصات كان حسن عفيفي، وطبعا نيلي اللي قامت بالبطولة. بس هل دي الحاجة الوحيدة سواء في الإذاعة أو السينما أو التلفزيون المصري اللي جابت سيرة الخطبة؟ الحقيقة إنه لأ، لأنه سنة 68 كان في من ضمن 3 قصص في فيلم واحد، ما كانتش رواية واحدة كلها، كانوا 3 قصص. في قصة منهم اسمها إفلاس خطبة. القصة دي كانت تأليف يحيى حقي. اللي عملها في السينما كانوا الأبطال بتوعها يعني كانت سميحة أيوب وكان عبد المنعم إبراهيم. هي كان اسمها بديعة، كانت قايمة بدور الخطبة، وهو كان اسمه فايز وكان قايم بدور العريس المحتاس واللي بيدور على عروسة. لكن في الإذاعة نفس القصة اتعملت بالمناسبة. اللي كانت قايمة بدور الخطبة كانت وداد حمدي، واللي كان عامل دور العريس كان فؤاد المهندس. هي كان اسمها زنوبة وهو كان اسمه فايز، أو لأ، كان اسمه عبد العزيز فايز، كانوا جايبين الاسم كامل، فعشان كده اسم العريس هنا وهنا ما اختلفش قوي. يعني الأحداث كانت مختلفة شوية لأنه الحاجات اللي بتنفع الإذاعة ممكن تختلف شوية عن التلفزيون، لكن أساس القصة واحد. أساس القصة كان إيه؟ كان عن خطبة وعن عريس محتاس بيدور على عروسة وهي بتساعده في إن هو يلاقي العروسة دي. بيحصل ما بينهم انجذاب مبدئي، الانجذاب بيتطور لحب، طبعا كان قبل قبول، وبعد كده بيتطور لارتباط رسمي. اللذيذ في الموضوع أو اللي عجبني أنا شخصيا كمان قبل حتى ما أتفرج على الفيلم، التتر بتاع بداية الفيلم من قبل حتى ما أشوفه. التتر ده لو بصيت عليه واتفرجت شوية كده على الرسوم المتحركة اللي فيه هتحس إن أنت بتشوف حاجة من شغل استوديو مهيب. بس الحقيقة اللي كان عامل التتر كان نصحي اسكندر، وهو مش غريب لأن نصحي اسكندر أصلا من تلامذة استوديو مهيب. فالتتر كان ممتع جدا وهيفكرك بكل شغل استوديو مهيب في الفترة دي. هل دي الحاجة الوحيدة أو الحاجتين اللي سيرة الخطبة جت فيهم في أي حاجة تخص الإذاعة والتلفزيون المصري؟ لا. في سنة 90 كان في مسلسل اسمه مطلوب عروسة. أغلب مواليد التمانينات والتسعينات فاكرين المسلسل ده، ما كانوش حافظين التتر والأغنية بتاعة التتر والرقصات اللي كانت فيه وكل حاجة. المسلسل كان بيتكلم على 2 بيدوروا على عرايس. واحد منهم تفكيره سطحي شوية، كان بيدور على عروسة عينيها خضرا وشعرها أصفر، ده المليونير اللي هو أحمد بدير. التاني اللي هو يونس الشلبي، المفروض إن هو كان دكتور جامعة وكان بيدور على عروسة دكتورة في الجامعة، لأن هو كان ليه تقديمة معينة كده بيقدمها لنفسه. كان بيقول على نفسه إيه؟ كان اسمه ناصف أبو الفضل، دكاترة ناصف أبو الفضل، 3 ماجستير و2 دكتوراه وعقلية علمية معملية فذة. دي احنا كلنا حافظينها لحد دلوقتي، حافظاها مع التتر. هما كانوا بيبينوا بقى في الوقت ده المشاكل اللي كانت بتحصل لهم من تدوير العرايس، لأن كل واحد منهم بيدور بطريقة غلط تماما، سواء واحد سطحي جدا أو واحد بيدور بطريقة جافة وخالية من المشاعر تماما. هو بس عايز عروسة دكتورة مش أكتر من كده. بس في الوقت ده هما كانوا بيلجأوا الخطبة تساعدهم، وحتى كمان الخطبة كان يعني سيرتها جاية في التتر في الأغنية بتاعت التتر، واللي كانت عاملة دورها نادية عزت. اللذيذ في الموضوع كمان إن هم كانوا عارفين أو الكاتب يعني كان عارف يقدر يدمج ما بين الشخصيتين، وفي الآخر خالص جمع ما بينهم إن هما الاتنين اتورطوا في عروسة واحدة. ودي كانت حاجة لذيذة لأنه الموضوع كان لازم له نهاية حلوة تحسس الواحد إن هو طب إيه آخرتها؟ إيه آخرة المسلسل ده؟ المسلسل ده أعتقد كان تأليف محسن الجلاد، و ما اعتقدش ان في حد من مواليد الثمانينات مش فاكر المسلسل ده، مواليد الثمانينات ومواليد التسعينات. يعني انا شخصيا عندي كذا حلقة كده مرتبطة بيها جدا في المسلسل ده، وعشان برضو سيرة الخطبة جت فيه، فكل شوية بفتكر ان تقريبا اخر حاجة جابت سيرة الخطبة في المسلسلات المصرية او حتى الدراما المصرية عموما، لاني بعد كده دورت في اي حاجة تانية ما لقيتش سيرة الخطبة جت.
لو أنت اتفرّجت على المسلسل ده، بالذات لو أنت من مواليد التمانينات أو التسعينات، لو أنت اتفرّجت على المسلسل ده، إيه أكتر حلقة منهم علّقت معاك وحاسس إنك فاكرها ومش ناسي الأحداث بتاعتها؟